مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع تقدم
سابقا في الأب الروحي. انت طبعا عارف جزاء الخيانة ايه، بس اللي منعني عنك اللي ابوك عمله معايا. انت هتعيش يا فتحي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا زينب. بقول ايه؟ بقول حسبي الله في اللي يزعل زينب. أنا ساكتة غلب ومخنوقة كده. كفاية أنت عليا خانقني خنق السنين كلها. أنا عايزك تفهم يا فارس إن الحياة مش كلها شغل وبس، ساعة الحظ ما تتعوضش. زين العطار فنى عمره على العيلة دي، واللي عمله ليها ما يتنسيش. الأيام عدت بسرعة أوي يا زين، وكل الحاجات الصعبة اللي عدت علينا وكنا فاكرينها مش هتعدي عدت. عديناها عشان كنا دايما في ظهر بعض. ندمان على حاجة؟ ما تعدش. عشان تبني عيلة زي دي يا شريف محتاج عمرين على عمرك. انت مسؤول عن حاجات كتير، عن كفر العطارين. لما ابويا حطني زمان في المكان ده عشان اراعي شؤون العيلة ما كنتش اكبر اخواتي، بس هو كان شايف ان انا بس اللي انفع في المكان ده. يا زين، عاوز ايه يا سليم؟ مالك؟ ابوك الحاج قالب الدنيا عليك برا وقال لي اندهلك. قول له حاضر جاي اهو. اقول كلمتين لزينب وجاي على طول. يا زينب قلتي ايه؟ لا حباه ولا رايداه يا زين. انت عارفه ابوكي لو سمعك تقولي الكلام ده يعمل فيك ايه؟ وانا ما بقولش لابوي، انا بقول لك انت عشان فهمني. انا مش عايزه اتجوز عبد القادر يا زين، وحياة اختك حبيبتك لا تعمل اي حاجه. كلم ابوك وهو بيحبك وبيسمع كلامك. ابوك ادى كلمه خلاص، وبعدين عبد القادر بيحبك من واحنا عيال صغيره. يا هبله، في حد يلاقي حد يحبه اليومين دول؟ طب وحياة زين ما تعيطي يا بنت، الدمعه تشيل الرزق من البيت. مش ابوكي بيقول كده؟ توعدني انك هتحاول معاه. اوعدك، بس يلا قومي اتكحلي وتزوجي. عايزه الناس تقول علينا ايه؟ بنت صالح العطار بتعيط يوم صباع اخوها الصغير؟ اسمع كلام ابوك واسمع كلام امك وكلام زين اسمع كلام زين وكلام عبد الحميد، وكلام عبد الحميد. وما يسمعش كلام صبري. ليه كده يا ابوي؟ خلاص يسمع كلام صبري. اسمع كلام صبري. ما تخلط يا بنت انت وهي. ايه يا زين اتأخرت ليه؟ الشمع قرب يسيح. حقك على ابوي. شمعتك هي اللي قايدة دي مزنهرة. خلاص هنسميه شريف زي زين ما هو عايز. العمر الطويل لك يا شريف. ألف مبروك يا حج صالح. الله يبارك فيك يا عمر. اتربى في عزك يا راجل. عقبالك يا عيشة. بقول لك يا حج صالح، أمر. عاوزك في كلمتين. تحت أمرك. تفضل. عن إذنك يا رجالة. حشاجة ويا زينب. وده وقته يا عيشة. بقول لك هيجوزوني عبد القادر. قولي لزين يا زينب زي ما قلت لك. زين قال لي جوزيه. قولي له انك بتحبي سليم. ده يموتني. كيف يعني؟ ما هو بيحبني. ولا هو بيخاف عليكي وما بيخافش عليا؟ ما اعرفش عاد. ما انت عارفه غير ان سليم ولد عمي هو وزين راسين في طاقية واحده، وعارف اني صايع وغاوي بنات. طب وسليم قال ايه؟ قال لي مش في يده حاجه، ما يقدرش يتجوزني واخوه رايدني.
يعني عادي بالنسبه له انك تتجوزي اخوه وهو عارف انك رايده هو؟ لا ده يبقى ظلم. كلمي زين يا عيشه، هو بيحبك وبيسمع كلامك. طب يا حاج ناصر، هو احنا هنستفيد ايه لما تبقى عضو في مجلس الشعب؟ الخير هيبقى للبلد كلها. لا، انا مش بتكلم على كل البلد، انا بتكلم على بيت العطارين. طلباتك يا حاج صالح. شوف يا حاج ناصر، احنا عيلة العطارين مش بس في ظهرك لحد ما تاخد كرسي في مجلس الشعب، لا، احنا كمان هنمدك بالقرشانات اللي انت عايزهم لحد ما تنجح. بس ده عشان يحصل لازم نبقى عيلة واحدة. والله أنا مش هلاقي الوالد فاروق أحسن من بنتك زينب يا حاج صالح. لا يا حاج، زينب لواد عمها من زمن، من وهم صغار. الدور دلوقتي على عبد الحميد ولدي، وانا مش هلاقي له احسن من عيشه بنتكم. قلت ايه؟ هقول ايه؟ القول قولك. على بركه الله. على بركه الله. نفوت الاسبوع ويومين 3 ونيجي نزوركم ونقرا الفاتحه. طيب وعيله عبد الهادي يا حاج صالح؟ ماله؟ ما انت عارف هم ليهم عندنا طار، ومحدش فيهم هينتخبني، وهم كتار لكن غلابه. ما تخافش، عيلة عبد الهادي سيبهم علي. الانتخابات بتاعتك يا حاج ناجح ان شاء الله. اشرب قهوتك لا تبرد. عم زين عايزينك شوف. هو وقت كده ليه يا زين؟ كنتش عايز حد يشوفني وانا جاي هنا. كيفك يا زين؟ لو حياة امك انت وهو مش وقتكم، قولي له يلا. مالك يا زينب؟ سيبيني اتكلم معاها شوي، بقالي كتير ما شفتهاش. والله انا موت لك نفسي يا زين عشان ترتاحوا كلكم من زينب. ما تشوف حل في موضوع زينب وعبد القادر ده يا زين. دخليش في اللي مالكيش فيه. وانت يا زينب دراع اخوكي ما بتلويش، حسابك معايا بعدين. انا غلطانه اني سمعت كلامك. لساك ناوي على السفر يا عبد الحميد يا ولدي؟ لما الحاج يوافق بس. لا، انا مش موافق. عبد الحميد مش هيسافر. عبد الحميد هيتجوز ويقعد هنا مع اخواته يراعي مالي. هو انا علمته عشان يسافر؟ انا ملياش شغل هنا يا حاج. لا ليك. سمعت ان الشمعة اللي فضلت للاخر بتاعتك يا زين. يا عمي سميته شريف. واشمعنى شريف؟ على اسم الشاعر بحبه. اصل زين غاوي شعر وغنى والحمد لله صوته طلع عفش. اشربوا الشاي، اشربوا. يومين يا زين، قدرت ما تكلمش عيشه يومين يا زين. عشان ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه يا عيشه. زينب صاحبتي الوحيده وطلبت مني طلب. ايه اللي حصل يعني؟ اللي حصل ما ينفعش تبقي دراعي اللي بتلوى يا عيشه. ما ينفعش يبقى حد عارف ان زعلك بيوجع قلبي. ابويا خد القرار خلاص، وزينب بتدلع من هم عيال في اللفه. زينب لعب قادر. اللي حصل انها ما ريدهوش يا زين. القلوب ما حدش ليه عليها سلطان. مش كل الناس بتعيش مع اللي بتحبهم يا عيشه. اكيد ربنا ليه حكمه في الجري. محدش عارف ايه اللي مستخبي والمكتوب. يا ريت كان في مأذون للحب، كنا نروح له عشان يخلينا نحب قبل ما نتجوز، وبعدين نروح للتاني يخلينا نتجوز. طب احنا فتنا على الاولاني، هنفوت على التاني متى؟ تسألني يعني؟ قريب هنبقوا في بيت واحد يا عيشه. ولو جبنا بنت هنسميها فاطمه، ولو واد هنسميه فارس. مش هسمي بنت على اسم امك يا عيشه. ايه اللي وقفك في الشارع بتاعتنا يا زين؟ ما تستغفليني يا بنت؟ اهدى يا فاروق، انا واختك هنتجوز. والجوازك دي يا ولد الفردوس اتشاهد على روحه. اللي انت عملته ده يا سليم. تسيبه يقتلك يعني؟ يلا روحي. ابوك لو عرف اللي حصل هيقتلك قبل ما يقتلني.
امشي انت كمان يا زين. انت عرفت مكاني هنا كيف؟ كل مرة بتيجي تقابل فيها عيشة بمشي وراك، بخاف لحد يتعرض لك. امشي يا سليم، زمن اهل البلد هيتلموا عشان سمع صوت الطلق، انا اللي هشيلها. لا انا ولا انت، احنا لازم نسيب البلد كلها دلوقتي، لو ما بتناش من اهلها هنموت من القلق والخوف كل ما نشوف حد منيهم. هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل اللي بيعملوه اللي بقوا هربانين، نفوت على مصر وندعم. تعال. وانت اسمك ايه يا عاد؟ انا اسمي عباس الرايق، والناس بتندى عليا بتقول لي يا رايق. يلا. الشقة دي حلوة يا رايق؟ عيب يا بلدينا، دي شقة سوبر لوكس احسن من الملاطيش اللي انت هتدفعها فيها. يلا تعال. بالهنا. اتفضلوا. اتفضلوا يا بواب. اهلا اهلا. شير هترد الروح. قلتوا ايه؟ زين. زين، يبقى العقد بتاعكوا اهو يا عم. فين ما تخلي يا راجل. انت كده. طيب. هبقى ابعت لكم الولا فتحي يشوف طلباتكم ان كنتوا عايزين حاجه. فتحي مين؟ ابني الصغير. لا شكرا، ما عاوزينش حاجه من حد. مفيش حاجه اسمها مش عايزين حاجه. قال لا، الرايق ده ابو المزاج. افيون تلاقي، حشيش تلاقي، بس انت تقشر. لا كده شكلنا هنبقى اصحاب قوي يا رايق. لا ما تعشمش نفسك قوي كده، انا ما بصاحبش اي حد. يلا سلام يا بهوات. حبيت الراجل ده. ايه محدش بيرد لسه؟ لسه ما تصلحش اكيد. طب كل لقمة كل. احنا ما بقاش معانا ولا مليم، لازم نشتغل يا زين بسرعة، مش هنقعد ندب على حظنا زي نساوينا كده. انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ هربانين من ايه؟ ما هربانينش، احنا جايين نشتغلوا. تشتغلوا. تفهموا ايه في الشغل يعني؟ أي حاجة بس تكون حلال. حلال. اسم الله عليك. قال لي واحد صاحبي وحبيبي بيتاجر في الاطباق والمعادن المستورده، هكلمه ان كان ليكوا نصيب هتقفوا معاه على الفرش. بس جوامعك الله يبارك لك، عشان الفلوس اللي معانا قربت تخلص. ده هتتمنجيه واخر منجاه، بس ده شرط، انا باخد نسبه من الفلوس. الرايق ما بيعملش حاجه لله والوطن. هنديكوا اللي انت عاوزه بس نخلص. اعتبره خلص.
الحلاوة دي؟ مالك؟ قلبي وكلني على ابوي. اخيرا يا صبري، انا زين. انت فين يا زين؟ ادينا ابوي. رد عليا، انت فين؟ انا موجود. انت اللي قتلت فاروق زي ما بيقولوا اهل البلد يا زين؟ انا اللي قتلته. قتلته ليه يا زين؟ تعارك مع سليم وكان هيموته، قدر ربنا يا صبري. طمنا عليك وعلى ابوي وعلى امي. ابوك وقع بعد ما غبت، وما فيش دكاتره عارفه ماله. والناس بتقول ان انت قتلت فاروق وهربت، وابوي بيقول زين ما يقتلش، ولو قتل ما يهربش. كله ابنك قتل وهرب زي النسوان. قولوا ما طلعش راجل زي ما كان عاوز. لا يا زين، اخويا راجل. انا مش عارف هربت ليه يا صبري. ارجع يا زين، ابوك نفسه يشوفك قبل ما يموت. ما تخافش، هتلاقينا كلنا مستنيينك وفي ظهرك. من بكره هتلاقيني في البلد. هتلاقي الرجاله مستنيينك. يا اخي ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكه. اموت راجل احسن ما اموت هربان. يبقى رجلي على رجلك، ولو في حد هيرجع يبقى اللي قتل فاروق مش انت. براحتك، انا مش هقعد هنا اشوف ابويا بيموت وهو فاكرني مش راجل. كلام خلص. عاوز تيجي معايا تعالى، مش عاوز خليك. عوقت عليا يا زين، انت كده كل ما نديلك تعوق عليا. حقك عليا يا ابوي. عملت اللي قلت لك عليه يا صبري. حصل يا حاج. همني شويه مع اخوك. اوامرك يا حاج. عارف يا زين، الدايه وهي بتولدك لما نزلت من بطن امك كانت فاكراك ميت. نزلت ما صرختش زي باقي العيال، لكن بعد شويه صرخت. قالوا لي، قلت لهم خلفت راجل. هو ده ابن العطارين اللي هيغير اسم البلد واسم العيله كلها. غيرها كيف يا حج؟ عارف يا زين، ستك حلمت بيك من قبل ما تشوفك. حلمت ان انت بتغير كفر الخير لكفر العطارين، وبتلم الخير من البلد توزعه على كل محتاج. ستك قالتها لي يا زين، قالت لي عيل من عيالك يا صالح. لما جيت للدنيا قلت هو ده زين، وسميتك زين عشان تبقى زينة اخواتك وكبيرهم وراجلهم. هي عيلة المحمدي هتسكت على موت ولدها؟ انت ما قتلتش حد، وحتى لو شافوك بعينيهم يكذبوها. مش ابن صالح العطار اللي يتخطف قدام عينيه وهو ساكت، لا. عارف يا زين، ابويا قال لي ان كل واحد في الدنيا ربنا مديله 24 قراط متوزعين على الصحة والمال وبنون وحاجات تانية كتيرة قوي. وقال لي اطلب من ربنا يقسم لك ال 24 قراط، بس تكون تقسيمة عدل، لأن ربنا عادل. عرفت طلبت ايه يا زين؟ طلبت من ربنا عيلة كبيرة قوي، عزوة، رجالة، ورزقني ربنا بيكم. بعد كده عايزني اضيع الرزق ده يا زين؟ حقك عليا يا ابوي. زين صالح العطار ما يتأسفش ابدا، ولا يهرب ولا يخاف الا من ربنا. يلا يا زين، اطلب من ربنا يقسم لك ال 24 قراط بتوعك زي ما انت عاوز، ووعدني
اوعدني تكون آخر مرة يقرب فيها الخوف من قلبك. اوعدك يا حج. يلا زين، اجمد وقوم شوف اخواتك، شوفهم وانت جامد. كل حاجة خلصت خلاص. عايز اطمن عليك يا ابوي. اطمن يا ولدي، انا بخير لما شفتك. قوم شوف امك، قد قلقانة عليك. قوم طمنها. مع السلامة يا زين. هملونا وحدينا. اقعد يا زين. احنا شيعنا في البلد انك كنت رايح تشتري بيت للعطارين في مصر انت وسليم، وانك رجعت الليله. والعمده يصدق عاد؟ مش هيصدق ليه؟ اللي قتل فاروق اعترف. هو مين ده اللي اعترف؟ خليل عبد الهادي، كان بياخد طار اخوه الكبير. صبري، ما انت عارف وانا عارف ان انا اللي قتلته بيدي. ما حصلش ومش هيطلعوا برانا. اللي قتل فاروق خليل ابن عبد الهادي. مفيش حد هيقتل ظلم مكاننا يا صبري. مش هيقتل، بوك شد القوضه ولو مضوافك. الموت اشرف بكثير من الجوده يا صبري. انت مالك يا اخي؟ وخليل اللي طلب كده؟ القوضه باللي شددها مش باللي مقدمها يا سلام. وكرامه لعامك وافقوا. بس ده ما يرضيش ربنا يا صبري. امال ايه اللي يرضي ربنا؟ عاملتك اللي عملتها؟ ابوك مش ظالم يا زين. ابوك اشترى حياتك بفلوس تعيش عيلة عبد الهادي اغنياء لحد اخر واحد ما يكبر ويموت. الموضوع ده اتقفل. بكره الجودة عشان فرع عائشة بنت المحمدي واخوك عبد الحميد قريب. عبد الحميد مين اللي هيتجوز عائشة؟ عبد الحميد اخوك هيتجوز عائشة اللي انت قتلت اخوها يا زين. فياريت ما حدش يعرف كل اللي حصل. وعائشة وافقت؟ وافقت وفرحت. روح بارك لاخوك وجهز نفسك. بكره الصبح قعدة الصلح ما بين عبد الهادي والمحمدي، وكل الاجاويد هيحضروا. لازم تبقى موجود كتفك في كتف ابوك. مش عايزين كلام كتير من الناس. يقول لك عائشة وافقت يا سليم. اللي مزعلك يا زين مش كل الناس بيعيشوا مع اللي بيحبوهم. مش ده كلامك اللي قلت لعيشة؟ كده احنا خالصين، كلنا خالصين. شمتانة فيها يا زينب؟ من امتى وده كله في قلبك يا بنت صالح؟ من يوم ما وافقت ان اختك تعيش مع واحد ما بتطجهوش ولا طايقه تبص في خلقته. عموما لو انت ترضي ان اخوك يتجوز واحدة كانت بتحبني مرضهاش لعب حميد. كلمي عائشة وقولي لها ان عايزة اقابلها النهارده وهتكون اخر مرة تشوف خلقتي فيها. لك عين تحطها في وشي يا زين؟ كنت هتفرحي لو كان قتلني؟ وكدها عاد بتنام وضميرك مرتاح؟ ما بدوقش طعم النوم من يومها والله. عاوز ايه يا زين؟ قول قبل ما حد يجي تاني وتقتله. زين بقى قتال قتل خلاص. زين قتل اخويا وقتلني بطلقه واحده. لساني بحبك يا عيش. ما تنطقش اسمي على لسانك. انسان يا زين. تتجوز يا عبد الحميد؟ انت مالك؟ ولا تكونش لسه متعشم تتجوزني؟ حتى لو ما بقاش ينفع هتتجوز اخويا؟ هتجوزه. لو ده اللي هيحرق قلبك هتجوزه يا زين. يحرق قلبي ولا قلبك؟ قلبي اتحرق خلاص. لسه قلبك انت. خلي النار تحرق كل حاجه باقيه. كن الرماد يمسح دم اخونا اللي قتلناه على يدنا. بلاش يا عيش. احنا ما بقاش لينا عيشة هنا يا سليم. بكره نخلص الجودة ونرجع مصر.
اهو جايين شايلين الكفن مليان ندم على اللي حصل. اللي قتل اهو، لو عايزين اقتلوه، ولو قادرين تسامحوه. وافكركم الجودة باللي شددها مش باللي شايلها. قول ورايا: اقبلوني لوجه الله ورسوله والأجاويد والحضور. اقبلوني لوجه الله تعالى ورسوله والأجاويد والحضور. قول ورايا يا عمدة: قبلناك لوجه الله ورسوله والحضور والأجاويد. قبلناك لوجه الله تعالى ورسوله والأجاويد والحضور. وقفوا.